يا صباح الفل على عيونكم، يا صباح الجمال على خدودكم، وحشتوني جدا 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 جدا. النهارده بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. معاكي 5 جنيه، ايوه 5 جنيه اهي، شايفين 5 جنيه؟ ال5 جنيه دي تخليكي تعملي منها 4000 جنيه، 4000 جنيه وانت قاعده في بيتك من غير ما تروحي ولا تيجي. من الفلوس الفكه هنعمل تحدي حلو جدا. ايه يا محمد جايبه قلمك معاكي النهارده ليه؟ جايبه قلمي معايا النهارده عشان هخليكي تعملي فيديو وانت تعملي تحدي وانت قاعده في البيت. بس ما تنسوش تذكروا الله في الكومنتات وتصلوا على النبي كتير يا بنات. التحديات بتاعتنا النهارده رجعنا تاني لتحدياتنا الحلوه، بس النهارده اكتر مبلغ هدفعهولك النهارده باذن الله، يعني مبالغ بسيطه. طيب بصوا يا بنات، في بنات كتير ما بتحبش تخش جمعيات، ماشي، وفي بنات كتير عندها اراده وبتحب تعمل تحوش كده زي من البيت. حابه بقى ان انت تحوشي في حصاله، في برطمان، في اي حاجه عندك، دي حاجات بقى ترجع لك انت. فالنهارده في 5 دقايق هقول لك ازاي تعملي تحديات حلوه جدا. بس اهم حاجه تكتبوا لي تحت في الكومنتات جاهزين يا بنات، جاهزين. هتعملي التحدي ده ممكن يخلص على رمضان، ممكن يخلص قبل رمضان، وممكن يخلص بعد رمضان. يعني ممكن تعملي المبلغ اللي انت حابه تعمليه ده اعمليه يا ستي للعيد، تمام. المبلغ النهارده اللي معانا كام يا بنات؟ 4000 جنيه. 4000 جنيه من غير ما تروحي تلمي جمعيه او تخشي في جمعيه او تتحايل على حد ان هو يدخلك او يقول لك هدخلك الاخر، لا هدخلك مش عارفه ايه، لا احنا نعمل بقى التحدي مع نفسنا كده محدش يعرف عننا حاجه. مع نفسك كده اعملي التحدي اللي انت عايزاه، محدش يعرف عنك اي حاجه، هتلاقي نفسك كده مجمعاهم. بس اهم حاجه الاراده والعزيمه، وما تحسيش ان انت مضغوطه، وتحسي ان التحويش ده بالنسبه لك كده زي التسليه بالظبط. طيب يا محمد شوقتينا للتحويش، يلا قولي لنا بقى ايه الفكره بتاعتك النهارده؟ الفكره بتاعتي ان انا معايا تحدي حلو قوي اللي هم ال 4000 جنيه. يلا خدي الصوره على سكرين شوت كده زي ما انت شايفه، ده اسمه تحدي التوفير. تحدي التوفير هيخلص في 77 يوم يا بنات، هيخلص في 77 يوم. انا كاتبه لكم اوضح. بصوا يا بنات اهو، اول يوم عندنا هنحط 100 جنيه. بصي الارقام قدامك، اختاري بقى الرقم اللي انت تحبيه وقومي ايه شطب عليه. مش هقول لك تحطي اول يوم ايه وتاني يوم ايه وتالت يوم ايه. يعني انا مثلا معايا 10 جنيه، تمام. هقوم جايبه قلم زي ده كده، فين ال10 اهي، اقوم معلمه عليه ملوناها كده، يبقى انا كده حطيت ال10 النهارده. طيب ايه فين ال5 جنيه اللي انت قلت عليها يا ام محمد؟ ال5 جنيه اهي، دي 5 جنيه. هتحطي بقى ال5 جنيه اللي انت عايزاها وتقومي عامله عليها بقى لون كده. خلاص يبقى احنا حطينا ال5 جنيه. طيب اكتر مبلغ النهارده معانا، بصي كلها ميات، يعني هنا في 100 وهنا في 100. طيب وهنا في 100 وهنا في 100، هنا في 100. طيب انا الميات دي يا ام محمد، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، بص برده هنا 200 وهنا 250. الميات دي يا ام محمد انا مش هحط 100 جنيه في اليوم، ماشي، كل واحده ولها ظروفها زي ما احنا بنقول. بصي يا حبيبتي، ال 100 جنيه دي ممكن تقسميها على 3 ايام، ممكن تقسميها على 4 ايام، ممكن تقسميها على 5 ايام زي ما انت حابه، ماشي. بس كل ما تقسميها كل ما عدد الايام معاكي هتزيد. يعني بدل ما التحدي يخلص مثلا في 77 يوم اللي انا حاسبهم لك، لا ممكن يخلص في 100 يوم، تمام، حسب ما انت تحطي بقى، يعني مثلا حسب ما انت تحطي. طيب عندك بقى حصاله اهي، الحصاله بتاعتنا دي، برطمان، اي حاجه عندك حطي فيها الحاجه كده، واقطعي الورقه زي ما انا عامله لك كده، الورقه اهي اقطعيها والزقيها على التلاجة عندك على التسريحة، حتة عينك رايحة وجاية عليها، ماشي. وقبل ده كله لازم تحطي هدف، عشان انا عايزة احوش الفلوس دي ليه؟ حوشي الفلوس ديت وهاتيلي الجرام ده، جرام على جرام هيبقى معاكي 2 جرام 3 جرام 4 جرام. ممكن تعملي التحدي ده انت واختك، انت ولو انت بنوته في الجامعة ممكن تعمليه انت واصحابك، ولو انت كمان بنوته في الاعدادي ممكن تعمليه، ولو انت بصي في الابتدائي هتعملوه. عودي عيالك ان هم يخشوا معاكي في التحديات دي، لانها تحديات بجد حلوة وبتفرق مع العيال وبتفرق معاكي انت كمان. اعمليها بقى يا ستي للمصيف، اعمليها لهدوم الشتاء، اعمليها مره وجددها كمان مره زي ما انت عايزه. عايزه تجيبي هدوم الشتاء ومستنيه هدوم العيد، هدوم الامتحانات، الملخصات بتاعه العيال، المذكرات، ان شاء الله تعملي نصها. يعني مثلا تعملي لحد هنا مثلا، تعدي كده 1 2، وعلى فكره هم دول كده 7 ايام، كل مربع من دول كده 7 ايام. عايزه اعملها اسبوعين واوقف، انت حره. عايزه تعمليها 5 اسابيع وتوقفي، انت حره. 3 اسابيع، شهر وتوقفي، انت حره. بس هترجعي تحسبي المبلغ اللي هيطلع معاكي انت جمعتي قد ايه. والله بجد هتجمعي فلوس حلوه. وبكره تتصلي عليا تكتبي لي تحت في الكومنتات وتقولي يا ام محمد ده احنا جمعنا فلوس من ورا التحديات بتاعتك ديت. اللهم صل على سيدنا محمد.
فلوس حلوه جدا من فلوس الفكه. معانا 5 جنيه و10 جنيه في التحدي، وكمان 50 و25 و30 و50. بجد تحدي حلو جدا ويستحق اللايك. لو انت مكمله معايا لحد دلوقتي ما تنسيش اللايك 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 والكومنت الحلو والشير وتشتركي في القناه عشان عيلتي تكبر بيكم باذن الله. كل حاجه بعملها لكم وبقولها لكم يا حبايبي انتوا اخواتي، وانا بقول لكم على اي معلومه كده بحس ان انا بقولها بجد لاخواتي ولنفسي، عايزه انفعكم بيها. ربنا يجازيكم خير يا رب، ويدوم عليكم الصحه والستر وراحه البال، يا اللهم بلغنا رمضان الفاقدين ولا مفقودين. اشتغلي من بيت في اي حاجه انت بتحبيها، بس اي حاجه انت لازم هتاخدي خطوه فيها لازم تبقى عامله لها كده دراسه جدوى وعامله لها كده منظومه عشان تقدري ان انت تمشي عليها وتقدري يا حبيبه قلبي ان انت تنجحي فيها. ما تنسيش زي ما قلت لك ان انت تبداي التحدي ده اهو، ده تحدي من غير جمعيات. اعملي بقى الجمعيه لوحدك، اعمليها مع اصحابك، اعمليها في اي حته هتقدري ان انت توصلي ان شاء الله باذن الله لهدفك. هو تحدي بسيط، تحدي بسيط. ولو انت بقى ايه حابه ممكن ان انت تجيبي حصاله من هي ام قفل ديت، وعشان بس ما تاخديش الفلوس تمام. ولو حابه ان انت تبداي لو حتى بجنيه واحد ممكن ترجعي للتحدي بتاع ال 5500 جنيه ان شاء الله. هيبقى تحدي حلو وش الخير عليكم باذن الله. بس ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وعمل لايك وشير للفيديو. اشوفكم ان شاء الله باذن الله فيديوهات جديده.